افريقيا مثلا اتفرج على المصري. هقول لك المعلقين اللي فاتوا سواء لطيف الله يرحمهم او حماده او حتى ميم الشربيني لعبوا كوره، فبالتالي عندهم ملكه فنيات الكوره، يقدروا في مجال او مساحه يتكلموا فيها. لكن معظم المعلقين حاليا منهم اللي ما لعبش. بس في دراسه يا كابتن. لا التعليق مش انت لاعب كوره، لكن الدراسه ده في الصوت، في امتى تتكلم، امتى تقول معلومه، امتى كذا امتى كذا. كان في كابتن اشرف شاكر، ده كان زميلي في ART. كابتن اشرف شاكر كان صوته مميز، وكان هوبا جول، لان انا برضه فاكره التعليق من ايام هوبا جول بيبقى يعني موهبه برضه. طبعا من موهبه، ما هو صوت وموهبه. وبرضه يعني اشرف شاكر لعب كوره، كان اخو احمد شاكر الله يرحمه. قصدك بجانب الممارسه العمليه بجانب الدراسه. بقول لك انت بتتكلم عن التفوق كان للمعلق المصري على ايام حماده وعلى ايام ميم الشربيني وعلى ايام الكباتن الكبار دول. ليه؟ كان عندهم ملكه ان هم لعبوا كوره وعارفين خبايا الكوره وعارفين امتى الفرصه تبقى خطره. يمكن انت بتسمع دلوقتي المعلقين بيصرخوا ويزعقوا، الكوره اصلا مش ممكن تكون بعيده فعلا وهو عايز يعيش. تقصد ان عنده الملكيه بتاع الاحساس بتاع الملعب لانه كان في الملعب. ايوه المعلق الرياضي. ايوه، فبالتالي ده بيتفوق فيها على اي معلق حاليا. لكن حته بقى ان المعلق بيحاول ان هو يصحي المباراه، يشعل المباراه، يسخنها عشان الناس تتابعه، هي دي بقى اللي بيتفوق فيها معلق عن الثاني. لكن في برضه ثقافه يعني ايه، انك انت تكون عارف على الاقل اسماء الانديه والبطولات. ما ينفعش اطلع اقول اسماء نادي وانا معتاد عليه ان انا اسمعه واجي اسمعه بطريقه مغايره تماما. يبقى كده فين المعلق المصري لما حد يسمعك بره ويسمع يقول لك شوف التعليق كذا او كذا، شوف التعليق. لكن احنا عندنا معلقين موجودين في القنوات المحترفه ما شاء الله عليهم، في متابعه، في ايضا المام بالانديه. واتمنى ده بالنسبه للتعليق في مصر، اتمنى ان هو يتقدم خطوه للامام ويكون في تعليق في حياد. شايف يا كابتن مين افضل معلق على الساحه الرياضيه في مصر حاليا؟ والله هم كلهم يعني فيهم الخير والبركه، لكن انا بقول لك انا اتمنى ان هم يبتعدوا عن الانتماء، ينزل يعلق الماتش. اكيد يا كابتن خالد مش كلهم بينتموا، اكيد فيها يعني معلق او تقول لي انا بيتسموا بالحياديه. انا يعني مثلا انا مش عايز برضو، بس احنا كلنا مشاهدين وكلنا في مجال الكوره بنشوف ده. ممكن زي حضرتك لفت انتباهي لحاجه كويسه جدا دلوقتي، الكوره فعلا بتبقى بعيد والاقي الصوت عالي، فبص الاقي انت فين والجون فين، لسه الهجمه مش خطيره عشان تطلع بتعلي الصوت وتعمل. هو انت حافظ والمفترض انت بتبقى مركز في المباراه اكتر عشان تفيدني انا كمشاهد، بجانب ما بتفرج زي ما بقول لحضرتك المعلق بيوصف الوصف التفصيلي اللي اقدر استمتع حتى وانا بتفرج. هو يعني اوكي انت ممكن تغير نمط الصوت، تون الصوت بيتغير حسب يعني الهجمه يا كابتن وحسب ما بيبقاش على نفس التون يعني طول الماتش، لا بتعلى وبتنزل، ولكن في زي ما انت قلت حسب الهجمه حسب الكوره، ودي ما يحسهاش الا انسان لاعب كوره. برضه يا كابتن عايزك تجاوب على سؤال، مين على الساحه الرياضيه دلوقتي من المعلقين انت مصمم يعني مين افضل معلق؟ ما انا لو قلت لك اهلاوي